البنات كاع ما فيا ما يبان، وكاع ما راشقه ليا، وكاع كنخفيو الحزن ديالنا بالفيلتر. اوكي. قلت لكم انا صراحه ما فيا ما يبان، ولكن طاحت لي واحد الحاجه في راسي وقلت غادي نقولها لكم دابا، حيت جالسه وكندور في التليفون في الكالغي ديالي وكنشوف التصاور اللي بيني وبين اختي، واللي اكتشفته انني في الايام الاخيره انا واختي كنت كنتصور معاها بزاف، كنحاول انني نتصور معاها بزاف سيلفي. ماشي نيه شي حاجه، نيه ديال انها تبقى عندي ذكرى. بقيت كنقول شوفي يسرا، كنت كنتصور مع فاطمه مزرعه بزاف تبقى عندي ذكرى، ومني كان يجيني ستوكاج وكنبغي نمسح التصاور وداك الشيء، كنت مثلا نتصاور لا لي فيديو لا لي ستوري اللي بيني وبينها ما كنبغيش نمسحهم، كنقول خليهم ذكرى ليا، خليهم ذكرى ليا. فهمتي؟ بقيت كنقول هذاك التصاور خليهم ذكرى ليا، وانا عاوتاني كنرجع السنته وكنلقى هذا التصرف هذا كنت كنديرو مع بابا. تخيلوا بابا في الايام الاخيره كنت كذلك حتى هو كنت كنتصور معاه، وكنت بابا خلاص بابا هو جالس وانا كنصورو باش تبقى لي ذكرى. ما عرفتش علاش كنت كنحس انني غنفتقدو وخصني نصورو باش نبقى نشوف تصويرته على الاقل. تخيلي غير تخيلي معايا، واخا هو تصاوروا كاينين فين ما درتي كاينين، غير تخيلي كيفاش كنكون. وكذلك مع اختي زينب، مع اختي زينب خلاص هذيك ديما كنت كنتصور معاها وكندير معاها لي ستوري، ماشي في انستغرام، غير بيني وبين راسي كنخليهم غير ليا وما كنبغيش نمسحهم حتى هما ملي كيجي شي ستوكاج باش يبقاو ذكرى. وفعلا هادو بثلاثه تقريبا ما تفارقنا، بابا، اختي زينب، اختي فاطمه الزهراء اليوم خلاص. المهم فاش كنت جالسه وكنشوف، بقيت كنشوف هما داك التصاور اللي كنت كندوز عليهم كاملين، كنبقى نمسح كلشي ما عندي به غرض. كنوصل للتصويره ديال اختي فاطمه الزهراء كنقول خليها تبقى ذكرى، خليها تبقى ذكرى. واخا احنا ما كنعلموش على الغيب، ولكن اكتشفت انه عندي احساس، كنقول الانسان اللي غنبقى نتصور معاه من القدام باش يبقى لي ذكرى، نتسنى فراقه، نتسنى فراقه. وحق الله دابا كنضحك على قلبي. يلا خرجوا مع عندنا الجيران، شكرا للجيران اللي جاو، شكرا الناس كاملين اللي جاو صراحه، وبقى بقات فيهم فاطمه الزهراء ودخلوا مساكن وكيبكيو معانا. والله بعدا ما حسيناش براسنا بوحدنا، كتكون جالس تيدخل عليك شي حد راه ماشي زوينه بزاف. ويا ربي تفاجئ، انا كتعرفوني كي دايره، كنحاول نفاجئ على راسي في عز الازمه وفي عز الحزن. فوالا.